اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبله. النهارده هنتكلم على اسباب ضعف الناتج من الابتكار في الوطن العربي. موضوع مهم ان شاء الله هنتكلم فيه على السلبيات اللي احنا شايفينها، وكمان هنتكلم فيها على ازاي نعالجها. والفيديو ده ان شاء الله هيكون مهم للمؤسسات، واحنا طالعين بقى المؤسسات والمحكمين والمخترعين كمان. فخلينا نبتدي في اول حاجه باول موضوع، وهو هل انت ما جيتش في مره تتفرج على مسابقات المخترعين او معارض في مدرسه او في جامعه، وشفت الافكار ضعيفه، وشفت اللي انت الافكار دي يعني اصلا موجوده، لو دورت على الانترنت هتلاقيها. فدي لو بتدل على ان القيمه قلت. يعني انا مقتنع ان احنا الشباب محتاج تشجيع، فانت محتاج يجرب، محتاج ياخد خطوات. بس خلي بالك اللي انت المجموعه اللي داخله دي او الشباب اللي هم بيتعاونوا مع بعض وبيتحدوا وبعد كده بينافسوا بعض، دخلتهم تدريب كمؤسسه وبعد كده وصلتهم لمرحله من القدرات اللي هم ينافسوا بعض، ازاي مش قادر تخليه يطلع فكره مبتكره؟ ده يمكن انا جربته بشكل عملي ومش مستحيل. يعني انا بتكلم على حاجه هي مش مستحيل انها تحصل. انا جربت اللي انا ادرب طلبه وفعلا طلعت منهم افكار مبتكره، فده مش مستحيل. الطلبه الصغيرين 9 سنين و10 سنين و8 سنين كمان ممكن يطلع فكره مبتكره، اصغر محتاج مجهود شويه ممكن يطلع افكار جديده. فالموضوع مش مستحيل. فبما انك انت بتختار ابسط الامور اللي انت تقول له طيب خلاص اعمل فكره موجوده، خلاص انت كده مبتكر، للاسف انت كده بتطلع مش شخص ناجح او شخص متفوق، انت بتطلع شخص ضعيف. للاسف بيكون البدايه هي مؤثره عليه. خلينا نتكلم برضو عن نقطه مهمه من البدايه. للاسف مفيش توجيه. لما انت تدخل كمخترع، وانت هنتكلم حتى من السن الصغير، تدخل مسابقه او تدخل معرض او تدخل حاجه ففيها مكسب وخساره، ففي حاله لما انت بتخسر بيقول لك ايه؟ في الغالب مش بيقول لك اي حاجه، بيقول لك انت خسرت، خلاص انت اطلع بره المسابقه وخلاص وانتهى الموضوع. هل هو بيوجهك؟ هل هو بيقول لك انت عندك مشاكل كذا محتاج تحلها؟ هل بيقول لك انت محتاج تتعلم ايه؟ للاسف مش بيقول ده، وده برضه بيأثر عليك وبيأثر من بعد كده على الجيل من بعدك. هتلاقي المسابقات نفس النظام. لو دخلت مسابقه ولقيت نفسك انت مخترع متفوق وسط مخترعين مش متفوقين، مشكله وانا قابلتها وكتير قابلوها، اللي انت تلاقي نفسك انت يعني ما فيش منطقيه. انا ازاي انا فكرتي مثلا خالصه، وازاي فكرتي تخصص كده، ولا هي افكار بسيطه جنبي؟ انا هظلمهم بجد، انا هظلمهم لو انا كسبت، وانا اكيد مظلوم لو هم كسبوا. فبتبقى مشكله. ازاي ده ممكن تلاقي مخترع فعلا المفروض يكسب كل الجوائز لان هو الوحيد اللي فكرته مبتكره، والباقي يعتبر مجتهدين فعلا ما وصلوش لحاجه ابتكاريه جديده. خلينا نتكلم على الاسباب على طول، ونبدا نتكلم عن الاستاذ والمربي. الاستاذ والمربي ده اللي هو بدا معاك من بدء النشاه، بيبتدي معاك البدايه، بيكون ليه اثر طبعا عليك، لان هو لو سابك اجتهادك يكون ضعيف ده بيأثر عليك. يعني انا مثلا في التدريب كنت الاقي مثلا الطفل او الطالب يعني الصغير، عندي مثلا 5 مخترعين، خمس طلبه، 5 طلبه مثلا، كويس. في واحد منهم انا شايفه يعني او 2 شايفهم كبذره لمخترع، فكل واحد اطلب منه يعمل فكره، كل واحد يعمل فكره، عايز اقول اللي هو الخامس ده عامل فكره افضل منهم. ساعتها اقول له لا، الفكره دي مش عجباني، اشتغل تاني وطور اكتر. يبدا يزعل رغم اللي هو يشتغل في يوم اسرع منهم كمان، لكن انا بقول له كلمه فعلا بتشجعه، بقول له خلي بالك انت عشان متميز فانا بزود عليك وبصعب عليك الامور شويه، لان فعلا الموضوع ده بيكون ليه يعني اثر ايجابي بشكل كبير جدا. انا حصل معايا كده في بعض في مواقف، كان حد يشد عليا في حاجه او يقول لي لا اعمل كذا، اقول له طب ليه؟ طب ما فلان انت اشمعنى انا؟ يقول لي لا انت متميز، المتميز المفروض ينصعب عليه الامور اكثر، لان انت لو ما صعبتش عليه الامور هيبقى ضعيف. ازاي ابقى انا متميز؟ انا رحت اتعلمت وقريت، بقيت يعني عندي شويه تميز بالنسبه للطلبه. انا لو لقيت كله اقل مني هفضل انزل، ما هو انا كده هطلع ازاي؟ عشان كده انا اكدت على المسابقات والمعارض الدوليه مهمه بالنسبه لك كمخترع، تعرف بيها قدراتك تشوف امكانياتك، وكمان تنمي من قدراتك. تلاقي نفسك حاجات عندك ناقصه، حاجات عايز تزودها فتقدر تزودها. خلينا نتكلم عن المحكمين. المحكمين اللي هي معاهم تجربه، محكمين مثلا في ماليزيا انا كنت واخد 15 مخترع بحكمهم، في منهم دولي وفي منهم طلبه، قعدت فيهم حوالي 3 ساعات. لما جم اللي هم يعني في اداره المسابقه، المعرض اقصد، بيقولوا لي احنا في ناس خلصت في 10 دقائق، انت ليه قاعد 3 ساعات بتحكم في ناس؟ قلت لهم لا، انا في ناس ما بقتش فاهم مشروعهم ايه، اقعد ادور افهم واروح اقعد معاه واقول له يلا اشرح لي المشروع كامل، عشان انا ما اقدرش اكتب حاجه، وربنا يحاسبني عليها. لان ده انا قلت قبل كده، التحكيم ده زي القاضي، هل انت تحكم بالعدل ولا تحكم
بالزور، تحكم خطا وتحكم حسب هواك وتقول لا لا اصل المخترع ده في محكمين والله طبعا شباب كتير بيشتكوا المحكم مش فاهم فكرته، يروح جاي كاتب، هو مش هيكتب هو مش فاهم، اكيد هيطلع هو اللي صح، هيروح جاي كاتب الفكره دي غير صحيحه وهو مش فاهم اي حاجه. كويس. فالتحكيم ده امانه، فخلي بالك وانت بتحكم. عندنا اولياء الامور والاصدقاء، خلي بالك لما يكون عندك شخص مخترع لازم كاولياء امور او طبعا الاصدقاء ده ليهم دور كبير جدا. الصديق بالنسبه لك لو مش بيشجعك وعارف اللي انت بتعمله ده ليه قيمه، هيقول لك خلاص سيب اللي انت في ايدك ده وتعالى نتفسح، تعالى نعمل حاجات وما تضيعش وقتك. انا قالوا لي كده، قالوا لي انت ما تضيعش وقتك، انت بتضيع وقتك كنت اروح المكتبه، قالوا لي ده انت بتضيع وقتك بتضيع شبابك في حاجات ملهاش لازمه يعني. والحمد لله اكيد ربنا بيوصلك طول ما انت عندك هدف بيوصلك لهدفك. انا استفدت ايه لو انا قعدت اتفسح في بلدي يعني؟ طب ما انا الحمد لله اجتهدت بدات اسافر اتفسح في كل دول العالم لو عايز. تمام. عندنا بعد كده المؤسسات بيكون عندها مشكله في موضوع المعارض الدوليه او المعارض المحليه اقصد، اللي هم عندهم ممكن نقول هدف معين. كويس. المؤسسه بتعمل المسابقه دي لو احنا دورنا في اساسها هو برنامج هو بيعمله. كويس. فهو عايزه ينجح، يعني احنا عايزين النهارده يوم 1/1 هنبتدي المسابقه، يوم 15 احنا هنطلع مخترع وهنكرم الاول والثاني والثالث. كويس. هل في مخترع يستحق اللي هو اول وثاني وثالث؟ ممكن لا، للاسف هي ممكن تكرم اي شخص اول اي شخص ثاني، خلاص هتقول لك انا المجموعه اللي موجوده وخلاص خلينا نمشي الامور وتخلص، والبرنامج بيخلص والميزانيه بتتكتب وكل حاجه بتخلص. فللاسف ده بيضر، لان انا في الغالب كواحد مثلا بتفرج على المسابقات دي ابص الاقي اختراع ضعيف وكسب جايزه كبيره. ازاي انا ساعتها اقول ازاي؟ هو انا عندي مشكله؟ هل انا بعمل افكار ليها قيمه اقتصاديه؟ هو انا غلطان؟ فده برضو المؤسسات عليها دور، فده من السلبيات اللي هي المؤسسه بيكون ليها دور تاثير سلبي علينا. المخترع طبعا ده برضو ليه دور، يعني انا مش هقول احنا كلنا يعني كمخترعين حوالينا ظلم واحنا بعيد عن الموضوع، لا انت طبعا في مخترعين بيمتنعوا اللي هو يشارك في اي مسابقه، يقول لك لا انا مش بحب المسابقات، يقول مش بحبها انا مش عايز. يمكن من اسبوع كده كلمني مخترع كان سجل معايا براءه اختراع فسالني على معرض مسابقه اقصد، قلت له بدل مفيده فيها تدريب فيها تنافس ادخل حتى لو مش تخصصك، ادخل هتستفيد. ما شاء الله دخل وراني يعني ما شاء الله المسابقه خلصت بسرعه، وراني مش عارف كسب تقريبا الاول حاجه زي كده، المسابقه دي كانت في السعوديه ما شاء الله، ودخل مع فريق اكيد استفاد من الموضوع بشكل كبير. فاوعى تسيب مسابقه او فرصه فيها تدريب وفيها تعاون وانك انت تقابل شباب من المخترعين الا انك انت تشترك فيها كمخترع. شارك علشان ما ينفعش احنا نبص نلاقي ما فيش مخترعين وبعد كده نلوم نفسينا اللي انا وانت وغيرك احنا مش لاقيين ولا مصانع تشغل اولادنا ولا تشغل اصدقائنا، ما فيش اقتصاد لان كل واحد قال ماليش دعوه انا مش عايز اشارك انا مش فاضي. كويس. انت مخترع ربنا اداك علم اداك امكانيات، اشتغل وسجل الفكره وادخل وخد مسابقات استفيد وشوف لو لقيت شركه تساهل عشان الوطن العربي يبدا يبقى فيه مصانع لصناعات مبتكره. خلينا نتكلم على العلاج. دلوقتي دخلنا في مرحله العلاج وهنقول بعض الحاجات، مش هقدر طبعا يعني احكي الموضوع بشكل كامل، لكن خلينا نقول حاجات مختصره. الاستاذ والمربي ليك دور كبير، لان انت بتعمله دلوقتي ده هيفيدك انت يعني طبعا عند ربنا اكيد كبير، وهيفيدني انا بعد كده لما انا مثلا الاقي الطالب ده بوصل بقى دكتور شاطر بقى دكتور مخترع شاطر، حد حصل له مشكله هو ممكن الدكتور ده باختراعه ده يعالج حد من اولادي حد من اصدقائي حد من قرايبي بالاختراع اللي هو عمله. فتاكد اللي انت بتعمله كاستاذ دلوقتي في البذره معاه البذره الصغيره دي او الشاب الصغير او اللي لسه ناشئ معاك مهما كان سنه، هو انت ممكن تبقى ناشئ وانت كبير خلاص انت قررت تاخد مجال الاختراع، فالتوجيه برضو دي بتكون حاجه مهمه. اللي انت بتلاقي فيه عنده امكانيات لا تهمله، اهتم بيه جدا جدا، لان زي ما بقول ده ممكن يكون بالنسبه لنا اللي هيغير وجهه الوطن العربي بالكامل، يخليها دوله اقتصاديه. زي مثلا عندنا ايلون ماسك هو واحد غير في امريكا بشكل كبير. فلا تهمل المخترع او الطالب اللي هو متميز. وكمان حاجه مهمه جدا التقدير. انا عارف احنا عندنا يمكن موضوع التقدير ده قليل، انت هل انا وسط الدراسه بتاعتي في الجامعه او في غيره هل انا كانوا بيقدروني كمخترع؟ للاسف لا. يعني هل بيحسوا اللي هو صاحب العلم ده افضل، ولا ممكن طالب بيغني هيبقى اكيد طالب بيغني هيبقى مشهور اكتر؟ فاحنا محتاجين ان احنا
نركز على الشباب المخترعين ونديهم تميز وقيمه شويه عشان الشباب يقتدوا بيهم. المخترع وصاحب الرساله، كلمه ممكن نقول كلمه واحده اقولها لك: انت ماشي في طريقك، انت هدفك ايه؟ اي حد بيسجل معايا براءه اختراع بقول له اول حاجه، كبير او صغير، اي حد سمعني وسجل معايا براءه اختراع عارف الكلام ده. اول حاجه اقول له: طيب انت خريج ولا مش خريج؟ ده الكلام اللي بساله كل مره وانتوا اللي بيتابعني هيبقى عارف. اي حد بيسجل معايا بقول له اول حاجه: انت خريج؟ عايز تسجل فين؟ انت هدفك ايه؟ مش انت هدفك عايز توصل بالفكره لجدوى اقتصاديه وانك انت فعلا تحقق حاجه، استمر في طريقك ولا يعني تلتفت. يمكن كان في عالم بيقول: من المحبره الى المقبره، يعني هقعد اكتب لحد ما اموت. فانت لو عندك هدف بجد وحقيقي فانت عارف انت رايح فين. ما تبصش ولا مسابقه ولا تقدير ولا قيمه ولا حاجه تاثر عليك. انت مستمر، استمر، توكل على الله. زي ما قلت العلم، احنا في علم ده جهاد فيه، يعني ربنا طبعا بيسابنا عليه، واحنا كمان بنغير. ده احنا هناخد، يعني ممكن نقول هتاخد ثواب مضاعف، لان انت هتعمل مصانع، هتشغل ناس، هتفيد الناس، هتدي للامه قيمه. ده حاجات كثيره جدا غير اللي العلم نفسه ده يعني مش محتاج، انا كلمتكم فيه قبل كده، بس هو محتاج كلام كتير. انتوا عارفين احنا بنعمل حاجه يعني الحمد لله ربنا يكرمنا بيها باذن الله. المخترع برضو ما ترضاش بتقدير الاخرين، يعني ما ترضاش باي حد يقدرك ويقول لك انت كويس، وبالذات التقدير العالي: انت كويس وانت احسن واحد في العالم. الحاجات دي بتهدمك مش بتبنيك. اي حد يقولك انت افضل، انت احسن، انت اكبر، يعني بصراحه لا تقبل هذا الكلام. كويس. وزي ما قلت ما تاخدش التقدير غير من نفسك. انت قدر نفسك، انت عارف قدرات نفسك، هل انت فعلا تستحق ده ولا لا؟ والله كنت اخش اي مسابقه، اخد اي جايزه، لو خدت جايزه وانا شايف ان انا ما استحقهاش اقعد يا ربنا يا رب، يعني انا مش عارف اعمل ايه، يعني اكيد هم اللي كسبوني، والواحد اكيد مش هيرفض المكسب، واقول يعني ربنا يعني ايه يسترها علينا، لان انا يعني شايف ان انا في ناس احسن مني. كويس. المسابقات برضو كمخترع، مسابقات، معارض، انت حاجه موجود فيها شفت بعينك خطا اعترض. لان انا لو انا بعترض، انا اي مسابقه بخشها بعترض. حتى معرض الكويت اعترضت فيه، والطلبه والشباب اللي كانوا معايا عارفين اعتراضاتي وعارفين كل حاجه، وازاي انا بستميت عشان اطالب بتعديل حاجات انا مش عجباني. اعترض، لان انا لو اعترضت لوحدي غير لما اعترض ومعايا 10 مخترعين، غير لما اعترض معايا 20 مخترع، غير لما ناس كثيره عايزه تغير. اعترض، لو لقيت حاجه مش عاجباك اعترض، وانت اعترض بطريقه ايجابيه. انت مش هنزعق، انا هقول له في دي مشكله ممكن نغيرها بالطريقه الفلانيه، فمن حقك تعترض وده حقك عشان تغير. ممكن ما نغير، زي ما بقول ممكن ما نغيرش دلوقتي، ممكن اجيال من بعدينا تستفيد. المحكم ليك دور كبير جدا، امانه اللي انت بتعملها دي امانه، فانت يتحكم كويس او تعتذر عن التحكيم، تقول لا انا والله مش تخصصي. عادي، انا كنت لما زي ما قلت في ماليزيا بحكم في حاجات قلت والله مش تخصصي، واللي قبلته بقى امانه عليا، لازم احققها، يعني لازم احققها، وده واعتبر كانه شغلي، فلازم اسمع كويس ولازم افهم كويس ولازم اتعب، واخلي بالي ان انا اكون سبب في ان انا اعقد شخص اللي هو ما يكملش في المجال ده، واضر ناس بسبب اللي انا اجهل حاجه. مهما كنت استاذ، مهما كنت متميز، واوقات للاسف بيبقوا ناس يعني على علم كبير بعد كده ياخد تحكيم مش تخصصه، بعد كده هو مش فاهم فيبدا يعترض على اللي هو شايفه مش عاجبه او اللي مش فاهمه، ويبدا عليه ده اعتراض. ده فكره مش كويسه وخلاص. فخلي بالك، دي امانه وربنا هيحاسبك عليها، فمهم تبقى انت عارف تكون قد التحكيم اللي انت بتعمله. اخر حاجه عندنا المؤسسات، رساله للمؤسسات: انتوا عندكم الاداره والخبره والمال والدعم والتنظيم، كل حاجه دي بتكون ممتازه جدا، والدعايه والاعلام وكل حاجه. انتوا ليكوا طلبات، انتوا بتعملوا المشروع ده وليكوا طلبات اعلاميه. عارف طلبات اعلاميه موضوع سهل جدا، هات المخترعين زي ما يحصل معانا في نجوم العلوم ودربنا اعلاميا. قول لي ازاي اتكلم واشرح زي انا بعرف اتكلم دلوقتي. انا اتدربت ازاي اتكلم وازاي اطلع قدام الكاميرا، ودربني كويس، خليني اطلع قدام الاعلام فهفيدك. وبالنسبه للجزء العلمي، استشير دكاتره حتى لو اونلاين. يا دكتور فاروق الباز مثلا انا عايز اجيب المسابقه مش عارف، طب يا دكتور فاروق الباز ابعت له رساله بعد اذنك انا عايز استشيرك في كذا وكذا. اوقات في مسابقات ما بيكونش فيها اي خبره اصلا، فدي كده للاسف بتكون سلبيه بتضر ناس كتير. فمهم جدا يكون كمؤسسه انت كده هتعمل المشروع. انا عارف هي ميزانيه يا جماعه، لو دخلنا في التفاصيل انا عارفها. انت بيكون لك ميزانيه هتعمل بيها مسابقه هتتكلف مليون 2 مليون، انت كده هتعملها باهداف، او يعني انت عارف انت بتطلع المبلغ ده كمسؤوليه مجتمعيه، فانت هتعمل المسابقه دي هتعملها.
كويس كده. بما انك انت هتعمل فتعملها كويس، هتخسر ايه؟ يعني ان احنا عملنا مسابقه كويس، ايه الخساره علينا؟ في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله يكون ايجابي، واتمنى يكون في جزء تعاون ما بيننا بشكل كبير. خلي عندكم هدف واكتب اهدافك وان شاء الله ربنا هيحققها. هي بتكون بدايه، لكن انت زي ما بقول كمخترع انت شايف النهايه، شايف ان انت هتوصل. وصلت امتى دي بقى ربنا يوفقك فيها باذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.